طب ايه الاول الكوميونيكيشن؟ عشان بس ما حدش يتصور ان هي كلها عباره عن تليفونات وايميلات. لا، كوميونيكيشن عناصر كتيره جدا. اي تبادل معلومات كوميونيكيشن. انت بتشرح لي لوحه مثلا، تديني مواصفه بتقول لي يعني فيها ايه، بتديني معلومه او انا بديك معلومه تاني، دي نقطه من نقطه الكوميونيكيشن. الافكار والمشاكل، بعرض عليك مشكلتي في واحد اتنين تلاته، انت بتديني افكار لحلولها، ايا كان الليفل ده، مدير او وزير وات ايفر. تمام. عرض الافكار والمشاكل كوميونيكيشن. نقعد مع بعض نحل مشكله ونشوف عناصرها ايه ونجيب الروت كوز اناليسيس بتاعتها. بالمناسبه انا ليا محاضره سريعا على كانت على الروت كوز اناليسيس، كانت الاسبوع اللي فات. ممكن احط لكم اللينك بتاعها في التعليقات في الشات عشان برضو تبقوا معانا في الحدوته دي. ليها اسباب ازاي تقدر تجيب السبب الرئيسي لاي مشكله تقابلك عشان تقدر تحط لها حل آه، يواجهك تو ذا بوينت. اي تفاوض كوميونيكيشن، اي اتصالات شخصيه تخدم الهدف بتاعك، مش استغلال على فكره. انا لو عايز امشي شغلي وليا علاقاتي كويسه بالادارات التانيه وبكلمهم بحب و كوميونيكيشن. التقارير، انت دايما كمدير بتدي تعليمات في صوره كوميونيكيشن، بتطلع لك ناتج التعليمات دي في تقارير، صوره كوميونيكيشن. يبقى ما بين التعليمات ما بين التقارير كوميونيكيشن. وممكن يبقى لها صور تانية، ولكن في الاخر خلينا نفكروا كده في المايند سيت دي. انا مش بشتغل لوحدي، بشتغل مع معنيين. حياتي كلها مليانه بالمعنيين، وبتعامل مع المعنيين بطريقه تواصل معينه تحقق لي الهدف. طب تعالوا كده نشوف كل وسائل التواصل دي ممكن تتعمل ازاي. في جزء مشاعر. دايما الناس متصوره ان الايموشن انتليجنس او الذكاء العاطفي انه في نوع من الطبطبه. انا رايي مش كده. انا رايي انك تستخدم الذكاء العاطفي ده تطبطب على اللي يحقق لك هدفك بالطبطبه، تعنف اللي يجب انه يحقق لك هدفك عشان ده سكوبه وشغله والعمل اللي بياخد عليه اجر. الاتنين ايموشنال. ما بين لو سمحت او تيت روح اعمل دي.